السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا على قناتي وقناتكم يوميات نسيمه. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم ميني بسيطيلات اللي فعلا كيجيو لذاذ في المذاق ديالهم، كذلك سهلين في التحضير ديالهم بدون تعقيدات. غادي نشاركهم معكم ان شاء الله بواحد التعليكه اللي كتعطيهم واحد المذاق خطير، وكذلك بواحد التزيين اللي هو مغاير كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. فخليكم معايا لاخر الفيديو من الاول للاخير ان شاء الله، وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله. هنا خديت واحد الطنجره اللي وضعت فيها 900 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. كنضيف هنايا ملعقه صغيره من الابزار، كذلك ملعقه من الكركم، وغادي نضيف هنايا سكينجبير حتى هو واحد المعلقه صغيره، وغادي نضيف هنايا القرفه. يمكن لكم تعوضوها بالقرفه عواد، انا ما كانش عندي فضفت غير القرفه هكذا. شويه ديال الملحه، وكذلك هنايا عندي قشور ديال البرتقاله اللي حكيتهم كيف ما كتلاحظوا معايا، حتى هما ضفتهم كيعطيو واحد المذاق لذيذ لهاد البسطيله ديالنا. كذلك هنا غادي نضيف القليل من زعفران شعره كيف ما كتلاحظوا معايا، وصافي غادي نخلط هاد المكونات هكذا مزيان مع بعضها بعض، يعني نسجموا هذوك الدجاج يعني مع بعضه وبعد يتشرب داك التوابل كيف ما كتلاحظوا معايا. فهاد الطريقه هذه يعني ما كتاخذناش واحد الوقت اللي هو كتير يعني في الطياب ديال الدجاج ولا، وفي الساعه يعني كنحضروا هاد البسيطيلات هادو ديال الدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. من بعد ما تبلت الصدر ديالي مزيان بهذيك التوابل اللي شاركت معكم، وهنا خديت الهشوار اللي طحنت فيها البصله كيف ما كتلاحظوا معايا، اللي طحنتها هكذا المربعات اللي هي صغار. غنضيفها دابا فوق الصدر ديال الدجاج من بعد ما تبلناه. ففعلا يعني هاد الطريقه راها سهله كيف ما قلت لكم، في الساعه كتوجدوا البسيطيلات ديالكم هكا للضيوف على غفله، ولا يعني هكذا للتحضيرات ديال رمضان يعني كتوجدوا بزاف الشهوات، فهكذا يعني الواحد يختصر يعني الوقت عليه. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا من بعد وضعتهم على نار اللي ضفت كذلك عليهم شويه ديال الزيت نباتيه مع زيت الزيتون، وصافي كنحرك هاد المكونات نخليهم حتى كتقلى عندنا هذاك صدر الدجاج مزيان مع البصيله. عاد غادي نمرق كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. من بعد ما تقلات مزيان خديت واحد الربيطه ديال المعدنوس والقزبر هكا ربطتهم وحطيتهم فوق الطنجره حتى هما ضفتهم. وكنضيف هنايا الماء دافي عندي، ما كنضيفوش بزاف البنات لانه ديجا غادي ديك البصله تطلق حتى هي الماء ديالها. صافي وسديت عليهم الطنجره. من بعد ما طاب عندي الدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا كنحيد داك صدر الدجاج هكذا باش نفتو من بعد، وكنخليو هذيك الدغميره ديالنا ديال البصله وهذا تزيد تعقاد عندنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا في لا فيديو. انا ما شاء الله الصدر راه طاب عندي كيف ما كتلاحظوا معايا، كنحاول نحيدو غير هكذا بشويه. وصافي من بعد غادي نحيد هذاك القزبر والمعدنوس، ديك الربيطه ديال القزبر والمعدنوس اللي كنا ضفناها حتى هي. وصافي نخليها حتى كتعقد على خطرها. من بعد غادي نضيف البيض كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا ضفت 4 ديال البيضات. كنضيف البيض وكنحرك مزيان هكذا. فكيف ما كتلاحظوا معايا في الطريقه راها جد سهله البنات للتحضير ديال هاد البسيطيلات هادو. غادي نضيف كذلك البيض اللي كانت بقى ليا، ونرجع نحرك مزيان حتى كتعقد عندنا. وهنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا غادي نضيف واحد الملعقه ديال العسل الحره، يمكن لكم تعوضوها بالسكر، وغادي نرجع نحرك مزيان حتى كتعقد عندنا هاد الضغميره هذه ديال البسطيله كيف ما هو واضح في لا فيديو. وهنا من بعد ما خليت التغميره ديالي على نار مهيله نخليوها حتى كتعقد عندنا مزيان. دابا دزت باش غادي نقطع الصدر ديال الدجاج اللي طيبناه حتى هو مزيان كيف ما لاحظتوا معايا في لا فيديو. كنقطعوا هكذا القطع اللي هي صغيره، ومن بعد ما قطعنا الصدر ديال الدجاج وحصلنا عليه بهذه الطريقه هذه غادي ناخذ واحد الملعقه كبيره من التغميره، غادي نوضعها فوق الحشوه ديالنا ديال الصدر ديال الدجاج ونخليها تزيد تعقاد عندنا كيف ما هو واضح في لا فيديو. اما بالنسبه لهنايا خديت اللوز من بعد ما سلقته وقلعت ليه القشره ديالو، كنقليه هكذا في زيت اللي هي بارده، خليوه حتى كيحمر. ومن بعد كذلك غادي نقلي حتى البندق. اما بالنسبه للتزيين هنايا فخديت واحد التشينه اللي قطعتها هكذا الدوائر اللي هما صغار كيف ما لاحظتوا معايا في لا فيديو، غادي نقطعهم كذلك على شكل هلالات. فالتزيين ديالهم كيجيو رائعين هاد البسيطيلات هكا بهذا التزيين هذا كيف ما تلاحظوا معايا هنايا. وغادي نوضعهم في واحد المقلاة، غادي نضيف عليهم هنايا ملعقه كبيره من الزبده، القليل من سنيده كيف ما كتلاحظوا معايا في لا فيديو، وشويه ديال القرفه، ونخليهم كيتعسلوا على نار اللي هي مهيله.
دائما مع التقلاب كيف ما كتلاحظوا معايا كنقلبهم هكذايا نخليهم حتى كيتعسلوا تماما. هادو هما باش غادي نزين البسيطيلات ديالي. وبالنسبه لهنايا كنقليو هكذا اللوز، كذلك كنقلي حتى البندق به بالقشره ديالو، حتى هو كيعطي واحد المذاق لذيذ لهاد البسيطيلات ديالنا. يمكن لكم انكم تطحنوهم حتى كترجعوهم بخانيني، او يمكن لكم انكم فقط يعني تطحنوهم كما نقولوا غير تخليوهم هكذا شويه مهرمشين يعني باينين في العضه. يعني كيبقى لكم الاختيار، انا خليتهم ما بين. وهنايا خديت الهاشوار اللي بدات فيها اللوز وكذلك البندق به بالقشره ديالو، ضفت لهم هنايا القليل من القرفه وكذلك من السكر كلاصي. كنطحنهم مزيان حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. انا كيف ما لاحظتوا معايا خليتهم بين وبين، يعني ماشي بخانيني وماشي مطحونين يعني مهرمشين يعني باينين بزاف. ففعلا راه كيعطيو واحد التعليكه لذيذه لهاد البسيطلات، كيجي داك المذاق ديال اللوز مع البندق كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. وهنايا هذه هي الحشوه ديالنا كذلك ديال صدر الدجاج اللي غادي نضيف ليها هذيك التغميره من بعد ما شفتوا لاحظتوا معايا، يعني راه التغمرات عندنا مزيان يعني حتى نشفات. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضها بعض. هنا ما كان ما احسن من اليد، كنستعمل اليد ديالي كتجيني احسن للعمل. وصافي غادي دابا ندوز باش غادي نبدي نصاوب البسيطيلات ديالي كيف ما غادي يكون واضح في الفيديو. هنايا خديت القليل من الزبده اللي ذوبتها وكندهن بها هكذايا الورقه ديال البسطيله مزيان هكذا. وهنايا كناخذ هذا الاطار هذا هو باش غادي نشكل الميني بسيطيلات ديالنا. والان كيف ما كتلاحظوا معايا غناخذ القليل من الحشوه ديالنا ديال صدر الدجاج، نوضعوها هي الاولى كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نضيف واحد الملعقه من البندق مع اللوز اللي طحناه حتى هو مع السكر كلاصي والقرفه. وكنحاول انني نقاد البسيطيلات ديالي هكذا مزيان. صافي كنرجع نقفل عليهم هكذايا بهذه الطريقه هذه. كنجمعوا هكذايا الورقه ديال البسطيله ديالنا وكنحاولوا اننا ندهنوا البسطيله هكذا مزيان ديك الورقه باش ما تجيش عندنا ناشفه كيف ما هو واضح في الفيديو. غنحطها على جانب، غناخذ ورقه اخرى نرجع ندهنها مزيان بالزبده هكذا اللي عندنا مذوبه، ونرجع نعمل نفس الطريقه غنوضعها في هذاك الاطار. وكناخذ البسيطيله ديالنا بهذه الطريقه هذه. عفوا هنايا خصني نقلبها كيف ما غتلاحظوا معايا كنعملوا الوجه ديال اللي عملنا فيه اللوز وهذاك هو التحتاني. صافي وكنرجع ندهن هكذايا البسيطيله ديالي مزيان كيف ما لاحظتوا معايا، وكنرجع نطوي هكذايا حتى كنحصلوا على هذا الشكل كيف ما هو واضح في الفيديو، باش يكون عندنا مقاد ديال البسيطيلات ديالنا كاملين نفس القياس. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل البسيطيلات ديالي كاملين. وهنا مره اخرى بنفس الطريقه دهنت مزيان الورقه ديالي ديال البسطيله. كناخذ هنا القليل من صدر الدجاج كيف ما كتلاحظوا معايا كنوضعو كطبقه اولى. كناخذ واحد الملعقه كبيره من اللوز اللي مطحون مع البندق والسكر كلاصي كذلك والقرفه. كنجمع هكذا الورقه ديالي، كنستعين دائما بالزبده نحطها على جانب. كناخذ ورقه اخرى اللي حتى هي دهنتها من قبل وكنعمل هكذا البسيطيله ديالي بهذه الطريقه هذه. وكنرجع نطوي الورقه، كندوب لي هنا الورقه باش هكذا ما تخرج ليناش الحشوه ديالنا في الطياب. فهكذا كنحصلوا على هذا الشكل هكذا ديال البسيطيلات ديالنا كيف ما هو واضح في الفيديو. حاولنا اننا نعملوهم قد قد. دابا وضعتهم في الصينيه ديال الفرن وكناخذ هنايا واحد الكيغدو كنتقبهم هكذا تقيبات اللي هما صغار باش هكذا ما يتنفخوش معانا وتخرج هذيك الحشوه ولا يطرطقوا معانا، كتبقى هذيك الورقه طايبه مزيان يعني وكلها محمره. وهنايا هذا هما الشكل ديال البسيطيله ديالي بعد ما خرجتهم من الفران. هنا كناخذ العسل كندهنهم كاملين بالعسل كيف ما كتلاحظوا معايا هكذا من الفوق. فنتمنى الطريقه انها تكون واضحه ولا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساونيش باللايكات ديالكم كذلك بالتعاليق ديالكم زوينه. وهنا من بعد ما دهنتهم مزيان بالعسل كناخذ هذوك الطريفات اللي عسلناهم مزيان ديال التشين كيف ما كتلاحظوا معايا بالقرفه حتى هما وبالزبده وكذلك سكر سنيده، خليناهم حتى تعسلوا على نار اللي هي مهيله. كنزين بهم هكذايا البسيطيلات ديالي. هنا خديت القليل من هذاك البندق مع اللوز اللي كذلك طحناه وكنزين هكذا بالجنيبات ديال البسطيله. التزيين دائما كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم شنو بغيتو تزينوا.
صافي. وغادي ناخذ هنايا واحد الرشيشه كذلك ديال السكر كلاصي ورشيتهم هكذا من الفوق. والان جا وقت التقديم. كيف ما كتلاحظوا معايا قدمتهم بهذا الشكل هذا، وهذا هو الشكل ديالهم. فكيجيو عاطيين المنيضر كيف ما كتلاحظوا معايا يعني، وكيجيو هماويين. الواحد يقدمهم هكذايا في الطويبله ديال رمضان، وكذلك حتى للضيوف ديالكم. فنتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم كيف جاوكم هاد البسيطيلات ديال اليوم، وكذلك باللايكات ديالكم. واللي زار القناه ديالي عن جديد ما ينساش تفعيل الجرس باش يتوصل ان شاء الله بكل جديد. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، فنتمنى انه ينال اعجابكم ان شاء الله. فخليت لكم الراحه في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.